عارفين الأيام اللي بنصحى فيها زهقانين مش عايزين نطبخ أي حاجة وحاسين إن قد إيه إن الجو حر. هنعمل النهاردة وان بات ريسيبي، رز بسمتي مع اللحمة والخضار، حلو جدا وسهل، بيتطبخ في حلة واحدة وما بياخدش لا وقت ولا مجهود. أول حاجة هنحتاج قطع اللحمة بتاعتنا. أنا اللحمة هنا عندي بقسمها قطع صغيرة عشان تستوى أسرع، وهننزل فيها بمعلقتين كبار من السمنة ونبدأ نشوح اللحمة بتاعتنا لحد ما اللحمة بتاعتنا تبدأ تحمر وتوصل للون اللي انتوا شايفينه كده، أو حسب درجة التشويحة اللي انتوا بتحبوها للحمة. وبعد كده هننزل عليهم ببصل متقطع شرايح جوليان، وطبعا يفضل البصل الابيض، بس بصراحه كان خلصان من عندي وحطيت بصل احمر عادي جدا. وهندي للبصل كده تقليبه مع اللحمه لحد ما نبدا نحس ان البصلايه بدات تدوب، وهننزل عليهم ببهارات هكتبها لكم في الكابشن، وورقتين لورا، وبس كده. هنغطي اللحمه بتاعتنا بالميه ونسيبها لحد ما تكمل سواها. وبعد ما نلاقي اللحمة بتاعتنا بدأت تستوى هننزل عليهم بالرز البسمتي ونديلهم كده تقليبة مع بعض. وبعد كده هننزل بقى بجزر. انا قطعت الجزر شرايح طويلة زي ما انتوا شايفين كده، وممكن برضو لو حابين تزودوا بسلة براحتكم هتبقى حلوة برضو، بس انا ما بحبهاش قوي في الرز. وهننزل عليهم برضو بشوية من الزبيب. واخر حاجة هنغطي الرز بتاعنا بالمية ونزود عليهم بس معلقة صغيرة من الملح ونص راس تومة زي ما انتوا شايفين. وبس كده أكلتنا خلصت. أكلة بتاخدش أي وقت وطعمها حلو جدا وما بتاخدش مجهود وسريعة وكل حاجة. أنا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم.